إنه الحج، إنه العج والثج، إنه المغفرة من الذنوب والخطايا، إنه معاشر الأحبة خروج من النار، ميلاد جديد، إنه يهدم ما كان قبله. الحمد لله. القلوب الطاهرة هي القلوب التي تطير وتحلق في السماوات العلى، أي في عالم الروح الجميل. لذلك إذا أردت قلبك أن يقصد بالعمل ربك جل وعلا وتعيش جنة الأنس بربي ومناجاة ربي والقرب منه سبحانه، وأن أذكره في نفسي فيذكرني الله جل وعلا في نفسه، لا بد من تطهير هذا القلب. أحد أسباب الضيق الذي يعيشها بعض الناس، الأسباب التي تعصف بما بقي من طمأنينة وسكون للروح، سببها أن بعض القلوب ملوثة بها غل، بها حقد، إن بعضنا به قليل من الرياء، به عجب، به أدواء إذا اجتمعت على القلب أهلكته. فما أجمل أن نصارع الشيطان حتى لا يحول بيننا وبين مناجاة الديان. ما أجمل في مواسم العتق من النار أن نعود إلى القلب بالصيانة، وأن نعود إلى القلب بالطهارة. أنت تتوضأ للصلاة، ينبغي أن تتوضأ ظاهرا وأن تتوضأ باطنا. البعض يغتسل في كل يوم مرة ولا يذكر متى قام بغسل قلبه. حج القلوب إلى علام الغيوب يحتاج قلوبا طاهرة مخمومة، وصدق الحبيب عندما قال: أفضل الناس مخموم القلب صدوق اللسان. أستودعكم الله. إنه الحج، إنه العج والثج، إنه المغفرة من الذنوب والخطايا، إنه معاشر الأحبة خروج من النار، ميلاد جديد، إنه يهدم ما كان قبله.